السلام عليكم. كيف تقوم بإنشاء حساب جديد على تيك توك بدون الحاجة لإيميل أو رقم هاتف؟ الموضوع سهل وبسيط جدا. بعد دخولك على تطبيق التيك توك راح تنقر هون على إنشاء حساب بهذا الشكل. راح يسألك هون عن طريقة تسجيل الدخول، أنت راح تختار الخيار الأول اللي هو هذا الخيار. بهذا المكان راح يقول لك اكتب رقم هاتف. بطبيعة الحال نحن قلنا إنه ما بدنا نضيف رقم هاتف، لهيك راح ننقر هون على البريد الإلكتروني. أيضا مثل ما ذكرنا أنت مالك بحاجة إنك تضيف لا رقم هاتف ولا بريد إلكتروني، فكيف بإمكانك إنك تنشئ حساب بدون الحاجة لهدول الاثنين؟ الموضوع سهل وبسيط جدا. راح تطلع من تطبيق تيك توك بهذا الشكل وتتوجه للموقع اللي راح اترك لك رابط اسفل الفيديو في الوصف، موقع مهمل. من خلال هذا الموقع بامكانك انك تحصل على الاف البريدات الالكترونيه، راح تنشئ اكثر من حساب على تيك توك بدون حاجه لايميل او رقم هاتف مثل ما ذكرنا. بعد دخولك للموقع راح تنقر هون على انشاء بريد باسم عشوائي، وبعدها راح تنزل للاسفل بهذا الشكل، راح يظهر عندك البريد بهذا المكان، راح تنقر نقره واحده عليه راح يتم نسخه بهذا الشكل. الان راح تطلع من الموقع وترجع لتطبيق تيك توك بهذا الشكل، راح تلصق البريد بخانه البريد بهذا المكان، وبعدها راح تنقر هون على متابعة. الآن هون رح يقول لك اكتب كلمة سر. طبعا لازم كلمة السر تكون قوية مثل ما بنعرف، يعني كلمة السر لازم تكون تحتوي على أحرف كبيرة وصغيرة وأيضا أرقام وأيضا إشارات مثل ما وضح بهذا المكان. الآن رح تنقر على متابعة بهذا الشكل، رح يسألك عن تاريخ ميلادك، رح تضيف تاريخ الميلاد بهذا الشكل، وبعدها رح تنقر على التالي، رح تنقر على موافق، تالي مرة أخرى. الآن هون بيقول لك أضيف اسمك المستعار، بإمكانك إنك تكتب أي اسم، وبعدها بتنقر على متابعة. بنلاحظ إنه تم إنشاء حساب بهذا الشكل بدون أي مشاكل، والحساب بإمكانك بعد أنك تضيف صورة للحساب، تعدل الحساب، تعدل التفاصيل اللي بدك اياها بدون اي مشاكل. بس هذا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون جميع استفاد. هذا كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.